السلام خوتي خواتاتي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كي دايرين؟ مع الصحه لاباس؟ يا ربي تكونوا بخير على خير، يا ربي يلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. مرحبا بكم في عالم لطيفه ايه. اليوم البنات غنديروا واحد الحلوه ديال لا كريم عاديه البنات بسيطه كتحضر دغيا. غادي تقدمها لكم بنتي شيماء، هي اللي غتقدمها لكم وتصوبها وتقدمها. السلام البنات، دابا غادي نبدا معكم في المقادير ديال هاد حلوه لاكريم. انا راه غنديرها على شكل طبقات. غادي ندير لا جينواز الاولى غتكون عاديه يعني بيضه، ولا جينواز الثانيه غندير فيها الشوكولات. دابا غنقول لكم المقادير. هنا عندي 5 البيضات، وعندي 200 غرام ديال السنيده، وعندي ساشي تاع الفاني، وغندير غير نص تاع هاد الخماره تاع 8 غرام، وعندي هنا 220 غرام ديال الدقيق، وعندي 3 المعالق تاع الزيت. وهنايا في هاد البول هذا درت فيه واحد القريصه تاع الملحه. دابا غادي ندير هاد البيض يكون بحراره المطبخ. منين البنات غندير هاد البيض غادي نزيد عليه السنيده، غادي نطربو مزيان حتى غادي يولي لي ابيض، وغادي يضاعف لي الحجم ديالو. غيتضاعف ليا. تبقاو تطربوا تقريبا شي 10 دقائق وانتوما كطربوا. هنا غندير ديك الساشي تاع الفاني. غندير 200 غرام تاع السنيده. وغادي البنات غادي غنطرب الطراب كهربائي. البنات هنايا زدت 3 المعالق تاع الزيت، وغادي نزيد نعاود نطرب. دابا البنات راه يعني كنحصلوا عليه كيكون فحال هكا، كيضاعف فيه الحجم تاع هذاك البيض تاع البيض والسنيده وداك الشيء. دابا غنزيد الدقيق. هنا عندي 200 غرام، عاد غادي نزيد 20 غرام. تزيدو غير شويه بشويه. تغربلو. ونبداو البنات نطلعو من التحت للفوق باش داك الهواء ما يخرجش لينا بحال هكا، غير بشويه باش ما يهبطش لينا داكشي اللي طربناه، باش ما يهبطش. هاهي البنات من بعد ما دخلت فيها الدقيق، راه درت غير 200 غرام، ما زدتش هذيك 200 غرام صافي كفاتني. ودابا البنات غادي نزيد نص تاع خماره، والنص الاخر غنديرو في لاجينواز الثانيه. هاهي البنات درت هذيك النص تاع خماره. ديما ديروا من التحت للفوق باش هذاك الهواء اللي طربته ما ينزلش ليكم. انا راه دابا سخنت الفران تقريبا بشي 5 دقائق الا كان عندكم الفران تاع الضو. اين فوا تبداو ديروه في الدقيق وداكشي صافي تسخنوه. تبقاو على هاد الطريقه هادي. وإلا كان عندكم البنات الفران تاع الغاز، منين تدخلوها عاد شعلوا عليه. دابا غنبدا نكب في الخليط تاعي، وديما طلعوا الفوق. هاهي البنات من بعد ما قاديتها راه درتها في هاد بابي كويسون، وغادي ندخلها للفران. حنا عندنا هذا ديال الضوء، شعلت عليه الفوق، شعلت عليه الفوق والتحت على 200 درجه. ولا كان عندكم ديال الغاز راكم كتشعلوا عليها غير لتحت حتى شويه كتبان لكم شدت، وكتشعلوا عليها الفوق بين ما تحمرات صافي وكتخرجوها. دابا البنات غادي نقول لكم الديكوراسيون اللي غادي ندير في هذه الحلوه. هنا عندي 100 غرام ديال الشوكولات الابيض، ذوبته في الباماغي.
وصايبت هاد الكورني هذا باش غادي ندير فيه هاد الشكلاط، وغادي نزوق على هاد البابي كويسون. هنا درت الشكلاط البيض ومازال غادي ندوب الشكلاط كحل، وغادي نوريكم كيفاش غادي نديكوري الحلوى. دابا البنات من بعد ما درت الشكلاط ديالنا في هاد الكورني البنات، انا هاد الديكور هو اللي درت هذا هو الديكور اللي درت. كان كيسحاب ليا كاميرا كتسجل، ملي جيت ما لقيتها كاع كتسجل. راه فحال هكا يعني فحال هكا كل واحد يديكوري على حساب كيف ما بغى، زعما ماشي بالضروره داكشي اللي درت. غادي نخلي هادشي دابا تينشف تيكرم، وعاد غادي نبدا نحيدو، وغادي نعاود ندير 100 غرام ديال الشكلاط كحل على هاد الطريقه هادي. كل واحد زعما والراي ديالو في التزيين. ها هي البنات لا جينواز ديالنا خرجتها من الفران، راه شوفوا كي كتجي، راه ما كتهرس ما والو. وهاد الجليدات هادو راه ديجا كتحيديهم، راه عرفتي جات اسفنجيه، راه كتجي زوينه بهاد الطريقه هادي. دابا البنات من بعد ما صايبت لا جينواز الثانيه، راه نفس المقادير، زدت غير 2 معالق ديال كاكاو المر. شوفوا كيفاش كتجي، راه ما كتهرس ما والو، كتجي رطبه. وما تحيدوهاش البنات من لاطه يعني تتبرد. وهنايا وجدت السيرو، درت فيه كاس ونص تاع الماء، كاس ديال العنبه، ودرت فيه 4 المعالق ونص ديال السنيده. كديروا فوق البوطه حتى كدوب السنيده، وعصرت عليه الحامض، كتخليو فوق البوطه حتى كيغلى مزيان، وكتحيدوه وكتسقيو لا جينواز ديالكم. دابا البنات غادي نوجد معاكم لا كريم فريش. هنا عندي اطرو، غادي نحيد منه كاس تاع العنبه باش غادي ندير الكلاصاج. دابا البنات غادي نطربها، وغادي نزيد عليها 80 غرام ديال السنيده حتى نطربها شويه حتى ديالها طلع. ها هي البنات من بعد ما طربتها، راه باش كتعرفوها صافي يعني طربات. منين كتقلبوا البول بحال هكا ما كتنزلش ليكم، وديما فيما تبغيو طربوا بقاو في اتجاه واحد، ما تعاكسوش، حيت الا عاكستو دورتو للجهه الاخرى كتهبط ليكم. دابا البنات ها هي لا جينواز ديالي راه قسمتها على النص، غادي نبدا دابا نسقيها. وهاد السطح هذا راه دهنتو رشيت عليه السنيده باش ما تلصقش ليا لاباط. وغادي نبدا نسقيها بهذاك السيرو اللي درت، غادي نسقيها مزيان باش ترطب. دابا البنات من بعد ما سقيتها مزيان، راه كتقيسو بصبعكم يعني كتبان لكم العجين، كتبان لكم لاباط راه مسقيه. غادي ندير دابا كريمه، ديروها في يعني ما تزقلو حتى شي بلاصه، تبقاو متبعين البلايص. دهنوها كامل الجناب، ما دهنوش غير هاد لي بارتي هادو، ما دهنوهمش. دابا البنات راه يعني كديرها غير عشوائي، حيت ملي كتحطي هاد الثانيه هادي، كتحطي هاد لا جينواز الثانيه، كتحطيهاش على الوجه ديالها، كتحطيها على الظهر، كتحطها بحال هكا وكتقاديها مزيان. كتبسطوا البنات كديروا لها بحال هكا غير شويه، كتطبقوا عليها وثاني كتعاودوا ثاني تسقيو كلشي، كتسقاو الجوانب وكلشي، كتبقاو متابعين بحال هكا. ها هي البنات من بعد ثاني ما سقيتها، راه غادي ثاني ندير لا كريم. ها هي البنات دابا الحلوه ديالنا راني مونطيتها وصايبتها، وها هو داك الكلاصاج
درت فيه كاس تاع ديك القشده الطاريه، ودرت معاها 2 كيسان ديال الشكلاط، ودرت معاها معلقه ديال الجليكوز. هذا البنات راه خشيتها من ساليتها من المونطاج، راه خشيتها في الثلاجه واحد نص ساعه. نتوما ديروها في الثلاجه تقريبا شي نص ساعه ولا 15 دقيقه. ودابا غادي نكب عليها هاد الكلاصاج. ضروري ديروا شي حاجه تنزل ديروا شي شبكه ولا شي حاجه. دابا البنات من بعد ما ساليت هاد الكلاصاج هذا، راه غادي ندخلها الثلاجه تبرد تقريبا ديك 10 دقائق. عاد غنديكوريها. هما هادوك اللي كنت صايب تاع الشكلاط ابيض وصايب ديال الشكلاط كحل، هما باش غادي نزوق غير الجناب بيهم بحال هكا عليها. تلصقوا هادشي قبل ما تدخلوها الثلاجه. غنبقى غادا على هاد الطريقه حتى غنسالي الكميه اللي عندي تاع الشكلاط. البنات هذا هو الديكور اللي درت ليها. وهذا هاد الجناب هادو درت ليهم هاد الشكلاط هذا، وعاد مازال غادي نزوقها من الفوق. دابا البنات كيف ما كتشوفوا راه زوقتها بواحد البريو. هاد البريو راه ديال الحلويات، خديته من عند اللي كيبيع الحلويات، راه كيجي بحال هكا على شكل بودغ صافي. وزوقت به، درت به هنا هاد الشكلاط هذا وهنايا الفوق. البنات انا دابا ديكوريتها، درت فيها هاد السيجار هذا، ودرت فيها هاد الشكلاط مدور. نشوف كيفاش كتجي، راه كتجي زوينه واقتصاديه وسهله. يعني اي بنت ولا اي وحده غادا تقدر تصايبها، ماشي بالضروره تكون كتعرف. اي بنت غتقدر تصايب هاد الحلوه. ها هي خواتاتي الطورطه اللي وجدات شيماء. زعما الله يعطيها الصحه، زعما غزاله هاد الطورطه، زوينه واقتصاديه وتزيين بسيطه البنات، ساهل. اي بنت مبتدئه تقدر تحضرها. زعما راه كتجي رائعه البنات، لا في المذاق ولا. وراتكم من اول التحضيرات ديالها، وراتكم جميع المراحل ديالها كيفاش تحضرات هاد الطرطه. كنتمنى تعجبكم وتروقكم وتنال رضاكم. البنات ديروا لي ما مشاركش يشارك البنات، وتابونا باش يوصلوكم الجديد. وكنتمنى هاد الفيديو هذا بارطاجيوه البنات. الى عجبكم البنات الفيديو بارطاجيو وديروا لي لايك باش تشجعوني. البنات بالصحه والراحه، نتلاقاو في فيديو جديد، مع السلامه.